كلشي تيهضر على الفساد الفساد الفساد. المشكل الحقيقي ماشي في الفساد، في الكلام. هادوك ولاد الاصل اللي كيبقاو يتزاوجوا مع بعضياتهم، عندهم متر واحد ديال الدم، تيدور عليهم كاملين تولوا بحال شي قبيله منغوليه. المشكله ماشي في انهم بسبب هذا التزاوج ولاو كلهم متخلفين ذهنيا، ولا المشكله انهم بسبب المحسوبيه كيبقاو يعينوا في المناصب افراد العائله، عائلتهم المتخلفه. المشكل الكبر ان حتى المناصب اللي ما خداتهمش العائله المتخلفه خاص اللي غيجلس فيهم يكون شي واحد مكلخ. علاش سولتيني علاش؟ ايوا سيدي، المسؤول دائما خايف لا يجي شي واحد ماشي مكلخ ويدي ليه الكرسي. داكشي علاش ديما تيعين في المنصب شي واحد بليد اللي ما غاديش ينافسوا على السلطه. ايوا سيدي، داك الدكيلا واللي عين تحت منه دوك المتخلفين كاملين مات شحال هادي، وبقاو هما تيتكاثروا في وسط متخلف. المشكل ماشي في انك تكون عاطل على العمل وما خدامش وفجاه تنقز تولي وزير. هذا دليل على ان الدوله كتحاول تحل المشكله ديال البطاله باي طريقه مهما كانت خرافيه. المشكل الكبر هو اننا مورا ما كنعطيوك الحقيبه الوزاريه الغد ليل لقاوها كتباع في الجوطيه ودايرين راسهم رجال اعمال وراسماليين ودايرين اللوبي ديال رجال الاعمال، زعما داكشي بحال ديال الامريكان. اخي المتخلف، اختي المتخلفه، انت درتي لاباس بسبب الامتيازات اللي عطاتك الدوله، بسبب الاختلاسات والهوتات. اما في امريكان راه داروا لاباس بصح من السوق الحره اللي هي ما كايناش اصلا في المغرب. وكون كنتي انت في امريكان عايش في امريكان دابا بهذا التتلت الصبغي اللي عندك، كون راك خدام فام دميناج، اي فام دميناج، كنتي غدير بيروك ديال فام باش تلقى خدمه. دابا فراش ناس اللي كيتظاهروا كان بامكانك تخليهم يبقاو يغوتوا تما تيعيو يمشيو بحالهم، ما كان حتى شي واحد غيسق لهم اخبار. ولكن لا، انت كتقلب على الترند، حتى الشرطه كتقلب على الشهره، وراجع من بعد كتفرق عليهم الورد. وانا كون كنتو مغاربه بصح كنتو غتعرفوا بلي حنا راه ما تنجيبوش الورد، راه تنجيبوش السكر، حيت واضح انك جاي تخطب. وانا تنعرف العروسه كتسلخها مورا ما تزوج بها، ماشي قبل. ولكن لا، انت تقدر تسكت اي واحد قبل ما يفكر يهضر او يحل فمه. انت الزغب، انت السبع ديال عين السبع. باغيين ترجعونا للعصور ديال قمع الحريات ومحاكم تفتيش وداك الشيء ديال الهولوكوست. هذه انا متفق معكم فيها، هذه متفق معكم فيها. كلنا مشتاقين لك العصور. يا سلام، كنتخيل شي مسؤول فيكم خارج من الفيلا ديالو في حي الرياض وداير شي كريفيط، غادا كتلعب بحال شي زنطيط، تيتم جاي ليه شي طوموبيل تم دايزه فيها الدراري ديال زورو، لابس شي باندا ديال رومبو، خارج من الطوموبيل بشي طريقه. باش فكرتوني فين ديك العصور ديال الاغتيالات الجميله. يا سلام، خليني من بلد الامن والامان والغدره الخاويه. يا شحال ساقينا لهذوك الايام. اولا يطلع للسلطه شي شيوعي من عصر لينين يحلل لكم كاع الفلوس اللي نتوما فرحانين بها، وينزع الملكيات ويدير التامين، وتتولي عضس تلقاك حدايا في شي سماك كضرب نص في معقوده وناشفه حيت ما عندكش درهم باش تزيد فرماجه. هذا هو المشكل، ملي كتكون مكلخ وما قاريش وما عارفش التاريخ وما عارفش التبعات ديال داكشي اللي كدير. وفوق من انهم مكلخين، باسلين يا خويا، باسلين اكثر من ولاد عمتك اللي تيجيو في الصيف وكيبقاو ينقزوا السدادر كاين النهار كامل وما تينقزوا. والله لا تغدى شي واحد اليوم، والله ترب فيكم. باغيين هما يربيو والديهم ساكن جالسين
مقهورين وهم عامل كيزيدوا في البساله، عامل كيزيدوا في التحنقيصه، كيزقوا مفيقين خالهم المسطي اللي ناعس في البيت ديال الصح. السؤال ملي هما مكلخين وباسين حتى لهاد الدرجه كيفاش كيوصل للسلطه؟ هنا فين كاينه الحيله اللي خلى هاد الدكين لا واللي مات شحال هادي. الحيله هي انك تخلي ديما الشعب تحت مستوى خط الفكر. كنا كنعرفوا تحت خط الفقر، لا الشريحه الاكبر كاينه تحت خط الفكر، الناس اللي ما كتفكرش وما باغاش تفكر وعاش الريب بسيرو. لكن كيفاش كيديروا حتى كيسيطروا على الدماغ المغربي؟ وصفه المخاخ وطريقه طهو المخ المغربي، هذه هو موضوع الحلقه القادمه مع الشيف الدافو. نكتفي بهذا القدر. الى عجبك الفيديو بارطاجيه مع الناس اللي تعجبوك، شاركوا في القناه. هيا عاد بدات.